السلام عليكم ورحمة الله. اذكر الله وصل على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لسه برضو كالعادة احنا كل أخبارنا وكل شغلنا من على الفيسبوك. وطبعا الخناقة دلوقتي اللي لسه فاتح مخلص الفيسبوك، لقيت خالد الغندور منزل بوست ما يقول لك أكتر حاجة زعلتني إنه مايكل أيوب معتريق على كابتن نادي الزمالك التاريخي اللي هو مين؟ اللي هو خالد الغندور. خالد الغندور نزل بوست قال لك انه مدرب عالمي جاي خلال 48 ساعة والسي في بتاعه تمام واوكي وهيوصل المدرب قبل مباراة البنك الاهلي والزمالك. الراجل مايكل ايوب اللي هو اصلا شغال برضه في قناة نادي الزمالك، فمايكل ايوب الراجل كده كتب تعليق عليه قال له وقد جروس يعني او قد جروس 100 مرة او 1000 مرة، يعني اسقاطا على ما قاله خالد الغندور قبل كده. فالتعليق ما عجبش خالد الغندور، فيعني قال اللي مزعلني منك يا ايوب يا مايكل ايوب انك تتريق على كابتن نادي الزمالك الكبير خالد الغندور، وهو المفروض يعني يسكت ما يقولش كده يعني. ولكن يا كابتن خالد الراجل ما قالش حاجه، يعني هو ما يفكرك بحاجات انت قلتها قبل كده، وما يقول لك يعني برضه فيما معناه انك ما تتسرعش في الابداع، يعني انه عالمي وصفي قوي ومش عارف ايه، زي ما قلت على فيريرا وجروس وكارتيرون والناس كلها اللي جت اللي تمدحوا فيها من غير ما تشوفوها، واللي هو بغرض انه انت مش انه هو اللي هو جاب حاجه كويسه، لا بغرض انه هو لا ده الاداره هي اللي تمام يعني. اما مايكل ايوب الراجل مش مهم بالنسبه له الوظيفه، حتى لو طارت وظيفته من نادي الزمالك، المهم هو حابب نادي الزمالك حابب. وانا شايف صحوه بصراحه من كثير من رموز نادي الزمالك ولاعبي نادي الزمالك، لانه خلاص زهقوا وخلاص شايفين الزمالك بيضيع. وفعلا الزمالك يا اخوانا لا ما الزمالك رايح في حته الله اعلم به، وباب العربيه مفتوحه، اروح اقف له. السلام عليكم.